في مثل بيقول ان اليوم بيبان من اوله. فعلا يا بنات، المثل ده صحيح جدا. اليوم بيبان من اوله، وانتي لو بديتي اليوم صح هتقدري تنهيه صح. وبالليل لما تيجي تنامي كده هتحسي بالشعور بالرضا عن نفسك، مش هتحسي بقى بجلد ذات ولا ان انتي مقصرة في حاجة، سواء في نفسك او في البيت او مع اولادك لو عندك اولاد. هتحسي بشعور بالرضا عن نفسك وهتنامي وانتي مرتاحة جدا. وانا النهارده هقولك على 10 عادات صباحيه ليوم اكثر انتاجيه واقل توتر. العادات هي الطريق اللي بمشي عليه عشان احقق هدف معين انا عايزه اوصله. فلو انا مثلا هدفي هي خساره الوزن، فبلتزم بعاده الرياضه او بعاده الاكل الصحي. لو انا مثلا هدفي ان انا مثلا عايزه اتعلم حاجه جديده، فبتبقى هنا عاده التعلم الذاتي اللي بلتزم بيها. لو عايزه اثقف نفسي او هدفي مثلا ان انا اقرا كتب كتير، فبتبقى عاده القراءه هي العاده اللي بمشي عليها. او لو انا حابه اوصل لاي هدف معين لازم التزم بالعادات اللي هقولك عليها. اول عاده معانا هي انك انتي لازم تصحي بدري. طبعا اغلبنا بعد رمضان اليوم عنده مش منتظم، بنصحى متاخر بسبب ان احنا كنا في رمضان بنصحى متاخر، فالموضوع ده مش بتظبط معانا. فلو لسه الموضوع مش بتظبط معانا لازم نحاول نظبطه، لان فعلا الصحيان بدري فيه بركه. والرسول قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. فعلا الصحيان بدري فعلا يا بنات بيخلي كده في بركة في اليوم، وبتقدري تنجزي مهام بشكل كبير جدا وفي وقت قليل. تاني حاجة يا بنات، عايزين نتعود أول لما نصحى من النوم لازم نشرب كوباية مية ونتنفس لمدة 5 دقايق ونقول أذكار الاستيقاظ اللي هي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. الحاجات دي لما بتعمليها كده مع بعضها، يعني هما تحسي ان هما كذا حاجة بس هما مرتبطين ببعض. انتي هتصحي تقولي الاذكار وهتشربي كوبايه ميه وتتنفسي لمده 5 دقايق، كل ده بيقلل التوتر معاكي بشكل كبير جدا. تالت حاجة يا بنات، لازم نبتعد عن الفون تماما اول لما نصحى من النوم. يعني ما ينفعش اول لما افتح عيني امسك الفون وابتدي اتصفح واشوف مين بعت لي رسالة واشوف الاخبار واشوف الكلام ده كله. ان انا ممكن اشوف حاجه تضايقني او يكون حد بعت لي رساله مش كويسه فتعكنن من اول اليوم، او ان انا ممكن ابتدي اعمل سكرولينج فاضيع ساعتين 3. كل ده بيأثر عليا بشكل كبير وبيديني طاقه سلبيه بشكل كبير. فبلاش ابدا نمسك الفون، وممكن نستبدلها بالعاده رقم 2 اللي هي اللي فاتت. طيب رقم 4 الصلاه والورد القراني. لازم بدايه يومك تبقى غذاء للروح. لازم قبل ما تفكري تغذي نفسك او تغذي عقلك او جسمك لازم تقعدي كده نص ساعة مع ربنا، تصلي، تقولي الاذكار بتاعت الصباح، تقولي ورد القرآن بتاعك. ده بيديكي طاقة غير طبيعية في بداية اليوم. فقبل ما تعملي اي حاجة لازم تقعدي مع نفسك، سواء تصحي تصلي الفجر او بتصحي الساعة 7 8 على حسب ما انتي ما بتقومي من النوم. لازم تقعدي كده نص ساعة او ساعة مع ربنا. طيب رقم 5 تدوين الافكار وتحديد المهام. لو انتي ما عملتيهاش من بالليل اعمليها بالنهار، ولو انتي عملتيها بالليل اعمليها تاني الصبح عادي. تفريغ اصلا الافكار وتفريغ المشاعر ده لو في جواكي طاقة سلبية، لو في حاجة محيراكي، لو في اي حاجة انت عايزة تخططي لها، مش هيكون ليها انسب وقت غير بالنهار انك تقعدي كده مع نفسك بورقة وقلم وتشوفي انت النهاردة هتعملي ايه، عندك خطة لايه، هتحسني يومك ازاي النهاردة، لو عندك مهام، لو عندك خروجة، لو عندك ميعاد مع حد، وهكذا. سادس حاجة الامتنان. الامتنان ده يعتبر علاج. يعني انت لو بتعاني من اي تعب نفسي، انا كنت عملت فيديو خاص بالامتنان هسيب لكم تحت في صندوق الوصف، يا ريت ترجعوا له. وبرضه كنت عامله فيديو للعادات، كذا فيديو، هسيب كل الفيديوهات ديت هسيبها لكم تحت لو حابين ترجعوا لاي فيديو فيهم. الامتنان يا بنات انك انت بتشكري ربنا على النعم اللي في حياتك وازاي تحافظي عليها، وازاي تبصي في الايجابيات اللي في حياتك وتبطلي تفكير في السلبيات والحاجات اللي ناقصاكي. فعلا نفسيتك هتتغير بشكل كبير. سابع حاجه قراءه كتاب مفيد. شوفي اي كتاب انت بتحبي تقريه، سواء نفسي او تربيه او حتى قصص او حتى اي حاجه انت بتحبي تقري فيها. حاولي تمسكي كده 5 دقايق او 10 دقايق الصبح تقري. كنت عامله فيديو عن القراءه ل10 كتب للمبتدئين، هسيبهم لكم تحت في صندوق الوصف عشان لو عايزين ترشيحات للكتب. انا كنت عامله فيديو ليهم. تمام يا بنات، وهسيب لكم كل الكلام ده تحت في صندوق الوصف. القراءه مهمه جدا، غذاء للعقل، عشان كده تنشطي عقلك الصبح. تامن حاجة اسمع بودكاست او فيديو تحفيزي، او فيديو عن التخطيط، او فيديو عن ازاي تطوري من نفسك، او اي حاجة حتى
سواء فيديو تعليمي، فيديو ديني يفيدك في حاجة في الدين او في التعليم، او اي فيديو ممكن يكون مفيد ليكي، كل ده بيكون مهم جدا وبيكون مفيد جدا ليكي انك انتي تسمعيه الصبح اول لما تصحي. وانا بحب اعمل العادة دي بصراحة وانا بروق البيت او لما بعمل الاكل، بحب ان انا اشغل اي حاجة مفيدة ممكن اسمعها في التوقيت ده. طيب رقم 9، العاب الرياضة. افضل وقت تلعبي فيه الرياضه الصبح على معده فاضيه، من غير ما تكوني لسه واكله اي حاجه، بس انا بتكلم على الكارديو. تمام. وبعد كده ممكن تفطري فطار صحي بتاعك، وتاخدي بقى كوبايه النسكافيه او القهوه او ايا يكن المشروب اللي انت بتحبي تفضليه الصبح بعد ما تلعبي طبعا رياضه، وتفطري تشربي بقى الحاجه اللي انت حابه تشربيها. العادات دي مش لازم تعملوها بالترتيب كده يا بنات، انتوا ممكن تعملوها بالترتيب اللي يرضيكوا انت. يعني انت ممكن اول ما تصحي تصلي وتلعبي رياضه على طول، وبعدين تقعدي بقى تقري كتاب او تسمعي او تعملي انت عايزاه. 10 عادة انا بحب اعملها، هو ترتيب البيت بشكل سريع. انك انتي بتلمي كل حاجه في مكانها. يعني احنا مش بنروق تنظيف عميق قوي الصبح، احنا بس بنحط كل حاجه مكانها. برتب السرير، بشيل حاجه من على الارض بحطها في المطبخ، بشيل المواعين كده بركنها على جنب. يعني انا مش بعمل تنظيف عميق، انا بس برتب البيت بشكل سريع عشان اليوم عندي يبقى كده مهندم والدنيا تبقى منظمه. طيب هو انا لازم اعمل كل العادات دي مع بعضها؟ يعني انا لازم اعمل 10 عادات؟ طبعا اكيد لا. ممكن انت وقتك ما يسمحش اصلا انك تعملي كل الكلام ده، ولكن انت ممكن تلتزمي بعاده او بعادتين يكونوا ضروريين بالنسبه لك ومهمين بالنسبه لك. وطبعا اللي انا انصحك بيهم هم الصلاه وانك تصحي بدري، دول افضل عادتين. هتلاقي الباقي كله جه بالتدريج بعد ما انت تلتزمي بالعادتين دول. فالموضوع مش صعب، احنا ممكن نعمل 5 دقايق و10 دقايق من كل حاجة، بس ابدأ واحدة واحدة علشان ما كسلش واسوف واقول يا انا هعمل كل ده مع بعضي. لا، هي حاجة بتجر حاجة، يعني انا بعمل حاجة ورا حاجة ورا حاجة وبس كده. يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. واكتبي تحت في الكومنتات انت هتلتزمي بأنهي عاده من العادات اللي انا قلت لك عليها النهارده، وهتبداي فيها من امتى. وبس كده، ما تنسيش بقى دوامها وانقر. يلا باي.